الرقاق السوداني، وأخيرا رمضان جا، يعني الرقاق يعني الحلمور يعني الحياة الحلوة. أول مرة هعمله في القناة، وأول مرة صراحة هعمله في بيتي من اتزوجت وكده. فيلا نشوف العواس العوزتها جد جد يا جماعة، يلا نشوف الفيديو. يلا نقول بسم الله ونبدأ الوصفة. نشوف المقادير. عندي كوباية بتاع دقيق، 2 كوباية حليب، نص كوباية سكر، 2 ملعقة كبيرة كستر، وملعقة كبيرة نشا، وباكنج بودر نص ملعقة، وفانيليا وملح، وعندي بيضة واحدة. كل المقادير مكتوبة عندكم في الشاشة زي ما شفتوا. وهنا بجي بخلطهم كلهم على بعضهم كده، ولا أسهل يا جماعة. وبضيف اللبن بس تدريجيا شوية شوية شوية، عشان أنا عايزة القوام بتاع الخليط بتاعي يكون يعني لا سايل شديد ولا يكون تقيل شديد، يعني حاجة كده أقدر أعوزها. زي ما شايفين هنا صفيته عشان أتأكد إنه ما في أي كلاكيع، لأنه فيه كستر وكده حيمسك بسرعة. فزي ما شفتوا الصاج ده كنت عملت لكم فيديو عنه في قناتي التانية، لو حابين تعرفوا تفاصيل أكتر رابط الفيديو في أسفل الفيديو ده. حخلي لكم الرابط، خشوا شوفوه وشوفوا مشترياتي وتكيساتي من شيئين ومن مواقع تانية لرمضان وكده. زي ما قلت لكم اهو ده الفيديو المنشود. طبعا يا جماعة أول مرة أعوز صراحة، يعني ما بعرف أعوز خالص، ولا باكل كسرة، ولا عندي شريعة مع كسرة ولا عصيدة. فعادي يعني هي عوازة بعوزة هنا يا جماعة، مشوها، ما داير أي تنمر في الفيديو ده. لو سمحتوا. أنا ما عارفة ذاتي جاتني الجرأة كيف إن أنا أسجل لكم كمان عوازتي دي. المهم يا جماعة زي ما شايفين اهو، بديت كنت اعوز كبيت كمية منه. وطبعا القرقريبة دي يا جماعة ما تعلقوا، ده الجردل بتاع زبادي قطعته عملته. شفتوا كيف يا جماعة؟ انا بقيت رهيبة شديد يعني، وخطيرة. اللي بيعرفوني جاوزوا. المهم ما علينا، نواصل تعمل لنا انا بروفيشنال في العواسة وكده. لا والله يا جماعة صراحة أنا كدبت عليكم. اللهم القريبة كان جابالي من السودان كذا مرة، وصراحة راحت واتكسرت وكده لأن أنا مبعوث. فالحمد لله جات معاه سباتيولا، الصاج دي جات معاه السباتيولا، وجات معاه البتاع المدورة دي حتشوفوها تاني في الفيديو. هنا كان خلاص قلبتها ونشفت. لازم أدوق طبعا يا جماعة، فلفيتها بشكل رول وكانت ظابطة، يعني الحمد لله كانت بداية موفقة. الصاج مع التعليمات بتاعته إنه لازم تبخوه بزيت كله بين كل واحدة وواحدة، هو حكريب أصلا عرفته. آه ف مسحته وجيت أعمل التانية، قلت أجربها معاكم بالأداة اللي جات معاه. صراحة فاشلة جدا، فاشلة، وسخت لي الدنيا والعالمين. أنا لو بعمل كريب بجد ما هعمل بيها تاني، سيئة. ما انتوا لو عندكم مصايد ده ما تعملوا بالأداة، جربوا بأدواتنا التقليدية المعروفة القرقريبة دي. بس ما نبني غير الوساخة، ونضفت الحتات تاني. انا هنا طبعا يا جماعه بضطر اقلب الطرقه على اساس انشفها، لانه البلد هنا شويه مرطبه. بريطانيا زي ما معروف الرطوبه، واوروبا عموما او دول الخليج برضو فيها رطوبه عاليه. فاضطريت اقلبها عشان شنو؟ اتاكد انها ناشفه تماما. عشان شنو يعني؟ لما اخدتها حتى لو كانت هي ناشفه، لما اخدتها مع الجو كده بترطب تاني، بترجع تلين. فعشان كده لازم اتاكد انها نشفت، وبقلبها على الاتجاهين تاني. شفتوا؟ رجعت للطريقه التقليديه بتاعتي، اللي هي القرقريبة بتاعتي اللي عملتها براي دي. لكن كانت ظابطة معايا يعني يا جماعة. ف المهم هنا حبيت اوريكم كم طريقة عملتها بالأداة بتاعتهم. مع ظابطة، وعملتها بقرقريبتنا ظابطة. هنا شوية كنت بديت اتعود على الصاج يا جماعة، شايفين شوية درجة الحرارة بقيت اتعود عليها. وبقيت يعني ما بتتحمر شديد. هو الصاج ده بيحمر من النص كتير شديد، بعدين بيفصل اوتوماتيك، فممكن يفصل لكم في نص الهناية، فيتأكدوا انه هو ساخن اول ما انتوا تبدوا. شايفين؟ بديت اتفنن، مرة عملها كبيرة، ومرة عملها صغيرة، ومرة عملها في النص، ومرة عملها بالجنب. فكنت بجرب فيه يا جماعة. حرفيا انا اول مرة استخدم الصاج ده معاكم. اقسم بالله انا اول مرة اجربه، واول مرة ذات اجرب العواسة بالصاج زي ده يعني. صراحة كنت حاولت اجرب الكسر العادية بالصاج العادي قبل كام سنة، فما نجحت معي، وصلا العجنة ذات كانت فاشلة معي. وعلى فكرة الخلطة بتاعت الرقاق دي انا قطعتها من راسي. كل زول قال لي حاجة أنا ضفتها، يعني ما خليت حاجة من المكونات اللي بيعملوها في الرقاق ما ضفتها. في النهاية ظبطت معي الحمد لله، حظ المبتدئين. فالوصفة دي للناس اللي ما بيعرفوا يعوسوا رقاق وكده ناجحة جدا، جربوها هتظبط معاكم من أول مرة إن شاء الله. طبعا الناس هيقولوا انت ليه مش هتجي روحك وكده، ما الحاجات دي ممكن تشتريها جاهزة وكده. لا يا جماعة، أنا بس حبيت أعمل أجواء السودان، وأتذكر أيام السودان، أيام الناس بتعمل الأبري، وبيجوا الناس بتلموا في بيتنا، ولا لعن ناس فلان، ولا لعن ناس في التكان الجيران وكده، واللمات والغدا والعصير والأبريزات. وبعد ما يطلعوه ويدونا نحن الشباب
آخر يعني آخر بعد ما يخلصوا كده يدونا آخر الحاجات العجين وكده، يقولوا لنا يلا اتعلموا الواسة وكده. فيعني بس حبيت أعيش أطفالي الذكرى والحاجات دي عرفتوا. فده كان فيديو اليوم، أتمنى إنه يكون عجبكم، أتمنى تجربوا الوصفة وإن شاء الله حتعجبكم. زي ما قلت لكم الطعم خرافي يا جماعة، أنا ذاتي صدمت من نفسي، رهيبة شديد. انتظروني في الفيديوهات الجاية، حتعلم لكم الكسرة وحتعلم لكم العصيدة وحاجة أعملها لكم يا جماعة. شكرا كثير لو وصلتوا لحد هنا، وما تنسوني من اللايك، شجعوني يا جماعة عشان أتعلم الحاجات دي وأجي أعلمكم معي، يعني الناس المبتدئين وكده إن شاء الله كلنا نتعلم سوا. ولو في أي واحدة عندها وصفة ظابطة للكسرة رجاء اكتبوا لي في التعليقات تحت يا جماعة. الكسرة فشلت معي فشلا ذريعا فشلا ذريعا، أنا ما باكلها لكن زوجي بحبها. فبس يا جماعة كنت جربت معاكم باللبن وطعمه رهيب رهيب رهيب. رمضان كريم، ولحد ما ألاقيكم في فيديو كده أقول لكم في أمان الله، تصوموا وتفطروا على خير وسلام، باي باي.